كان يا مكان يا سعد يا إكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنت صغيرة اسمها رؤية، عندها 9 سنين، عايشة في بيت بسيط مع مامتها وأخوها الصغير بعد ما باباهم اتوفى من سنتين. رؤية كانت دايما بتحاول تساعد مامتها وبتذاكر وبتطبخ وبتلعب مع أخوها، وكانت ذكية جدا جدا جدا، أذكى من أخواتها وأذكى من الأطفال اللي في سنها. كانت جواها دايما إحساس إنها لوحدها في الدنيا وإن مفيش حد بيسندها بجد. في يوم رجعت من المدرسة وهي زعلانة جدا، وصاحبتها اتهمتها إنها سرقت القلم بتاعها، والمدرسة صدقتها، وكل الفصل بصلها بنظرة وحشة قوي. دخلت الأوضة ورمت شنطتها وقالت بصوت مخنوق: ليه يا رب؟ أنا بحاول أكون كويسة بس كل حاجة بتضيع. أنا تايهة ومكسورة ومفيش حد في صفي. في نفس الليلة نامت وهي بتعيط، وحلمت إن الدنيا كلها ضلمة وهي ماشية لوحدها في طريق مفهوش نهاية. وفجأة ظهر نور نازل من السماء، وصوت هادي بيقول: أنا ولي الذين آمنوا، أنا اللي بتولى أمورهم، أنا اللي ماسك بإيديهم لما الدنيا تسحبهم، أنا اللي بقف في صفهم لما الناس كلها تسيبهم. رؤية قالت في الحلم: بس أنا ضعيفة ومش قادرة أواجههم. فرد عليها الصوت ده وقال لها: أنا الولي، ولما تبقي ضعيفة أنا اللي أقوى وبقويكي، ولما الناس تظلمك أنا اللي بظهر براءتك، ولما تتعلقي بيا عمري ما أسيبك. صحيت من النوم وهي حاسة بدفى غريب، قامت تتوضى وتصلي وقالت وهي ساجدة: يا ولي الذين آمنوا، أنا مش لوحدي، أنت وليي وسندي وحامي قلبي. تاني يوم المدرسة جابت الكاميرات ولقوا إن القلم وقع من شنطة صاحبتها، والاتهام ده كان ظلم، والمدرسة اعتذرت لرؤية قدام الكل. صحابها اتجمعوا حواليها وقالوا لها: احنا اسفين، انت دايما طيبة وعمرك ما بتسرقي. بس رؤية ما قالتش كتير، قالت جواها: لما كل الناس شكت فيا ربنا الولي ما سابنيش، هو اللي رجع لي حق من غير ما اتكلم. ومن اليوم ده بقت كل ما تحس بخوف او حيرة او ظلم تقول: انا مش لوحدي، انا ليا ولي، ربنا. اسم الله الولي يعني اللي بيتولى أمور عباده الصالحين، يسندهم ويهديهم ويحميهم ويخرجهم من الظلمة للنور، حتى لو كانوا صغيرين أو تايهين أو مظلومين، لأن الولي ما بيخليش حد من عباده يمشي لوحده. في يوم من الأيام رؤية بعد سنين طويلة مامتها تعبت، وكان مطلوب إن هي تعمل عملية في المستشفى، وكانوا محتاجين لها فلوس كتير، والفلوس اللي كانت معاهم للأسف مش هتكفي إن هي تعمل العملية. فرؤية قعدت زعلانة جدا جدا وقعدت تعيط هي وأخوها، وبعدين افتكرت المواقف اللي ربنا واقف جنبها فيها، كل مرة كان بيساعدها وبينجيها. فقالت لأخوها: تعالى نصلي، تعالى ندعي لماما إن هي تخف، أو إن احنا نقدر نوفر لها الفلوس اللي تعمل بيها العملية. وخدت أخوها وراحوا يصلوا في الجامع، وبعد ما خلصوا صلاة اتصلت عليهم خالتهم وقالت لهم إن مامتكم كانت شايلة معايا فلوس علشان لو حصل أي حاجة أو حصل أي ظرف أنا هجيبها وأجيلكم. وفعلا جابت لهم الفلوس علشان مامتهم تعمل العملية، وعملت العملية وخفت. فأخو رؤية اتبسط قوي وفرح، حس إن هو لما صلى ودعا لمامته ربنا استجاب له. فراح يقول لرؤية: شفت يا رؤية، علشان احنا صلينا ودعينا لمامتنا ربنا استجاب مننا. قالت له: فعلا انت عندك حق، وعلشان احنا كمان دعينا من قلبنا وكنا مصدقين في ربنا وعارفين ان هو مش هيسيبنا. وقالت له: رغم ان احنا ما كناش نعرف دكتور كويس يعمل لماما العملية، بس الحمد لله الدكتور طلع شاطر جدا، عمل العملية في وقت صغير خالص، ومامتهم اتحسنت وطلعت من المستشفى وما اشتكتش تاني وبقت كويسة. فمرة رؤية كانت رايحة رحلة مع ناس معاها في المدرسة، هما مش صحابها قوي، بس هي طلعت الرحلة دي لأن هي كان نفسها
تغير جو، فاستأذنت من مامتها ودفعت الاشتراك، وفعلا طلعت الرحلة، بس كانت لوحدها للأسف. يعني صحابها القريبين ما طلعوش معاها، فراحت الرحلة. وكانت كل ما تحاول تقرب من أي حد من اللي في الرحلة معاها، كانت بتحس إن هي تقيلة عليهم، وإن هم صحاب مع بعضهم، وإن هي مش هتعرف تكون مبسوطة وهي لوحدها. فكانت بتقعد لوحدها جنب الشباك، تقعد تتفرج على المناظر اللي بيعدوا عليها، أو تاكل، لغاية ما وصلوا للبلد اللي كانوا رايحين يزوروها. ولما راحت هناك بقت بقت مبسوطة جدا جدا جدا، لأن في واحدة من الرحلة كمان كانت طالعة لوحدها. ولما شافت رؤية راحت واتكلمت معاها، وقالت لها على أماكن حلوة قوي ممكن يروحوا يشوفوها. وجابوا أكل معاهم وراحوا فعلا، وبقوا صحاب قوي 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 من الرحلة دي. وحتى بعد ما خلصت الرحلة ورجعوا المدرسة بقوا صحاب جدا وقريبين. وطلعت البنت دي كويسة وبتحب رؤية، وبتساعدها إن هي تذاكر. وطلعت بنت محترمة وبتقول لها يلا نصلي، يلا نقرا قرآن، يلا نحفظ قرآن. وبقوا صحاب قريبين بيساعدوا بعض إن هما يكونوا دايما ناجحين، وإن هما يعملوا حاجات كويسة وخيرية. اكتشفت رؤية إن ربنا بيحبها جدا، وإن صاحبتها اللي جت صاحبت عليها دي ربنا بعتها لها علشان ما تكونش لوحدها، عشان ما تحسش أبدا بالوحدة تاني. ودايما بقت تشوف المواقف اللي بتحصل حواليها وتتأكد إن ربنا ما بيسيبهاش أبدا. وبقت دايما متعلقة بربنا، وبتدعي باسمه الولي اللي بيتولى أمورنا في كل وقت، واحنا زعلانين، واحنا مظلومين، واحنا نفسنا في حاجة ومش عارفين نوصل لها. وفي كل وقت ربنا متولي أمرنا. فهنخاف من ايه؟ مفيش حاجة في الدنيا تخلينا نخاف. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. متنسوش تكتبوا آيات من القرآن عن اسم الله الولي أو أحاديث.